سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي بره النادي قولا واحدا. اللي جدد له ده اقسم بالله لازم يتحاسب بجد. اللي جدد لسيف الدين الجزيري ده لازم يتحاسب، لان سيف الدين الجزيري المساحات ده مش طبيعي في المساحات، بيقطع مش عارف ايه. النادي الاهلي على طول بيلعب قدامه حلو. ده على فكره كاس الكونفدراليه هو اللي جاب لك الجون الثاني، انت ناسي ولا ايه؟ ولا الجون الاول اللي كان هناك، انا اسف، قدام نهضه بركان. امشي. والله سيف الدين الجزيري هو يا اما مش عايز يلعب كوره، يا اما هو خلاص ما بقاش عارف يلعب كوره. لانه في الشوط الاول جات له كذا كوره في خط ال 18 هو بيستلم. هو بيستلم، لو انت مش مستوعب انا بقول لك ايه اتفرج على الكوره هتفهم قصدي يمكن. مصطفى شلبي هو خد اكتر من وقته بزياده. انت جناح نادي الزمالك، انت ولا بتقطع للعمق ولا بتعرف تستلم ولا بتعرف تباصي. عبد الله جمعه فيه كذا، عبد الله السعيد انا اسف، كذا كوره تحس ان هو مش عايز يباصي. انا عارف لما هتباصي له هي زي مشلاك، هباصي لك كوره هتقطع، استفدت ايه؟ بس ما فيش غيرك، خد ورينا هتعمل ايه. وللاسف برضه يا ابو زيد ما غزيت ولا بتطلع بحاجه. طيب زيزو. زيزو هو والله العظيم الراجل اللي متقال له انت مش هتكمل معانا باذن واحد احد، فخلينا نمشي اليومين دولت. وهو بيعمل كده، هو بينزل بيمشي كوره بيجري. هو الشوط الثاني لما راح ناحيه الشمال تحس ان هو ابتدى يطلع حاجه، ولكن في كذا كوره اللي هي كوره اللي عدت من شيكابالا، اللي عدت منه راحت لشيكابالا، دي مش كور زيزو. دي مش كور زيزو اللي بتتقطع كده او اللي بتعدي منه كده. ما علينا. مش هقول كتير، ولكن سيف الدين جزيري بتديله 90 دقيقه تعالى بسيرو. برضه بتلعب بجبن قوي قدام مودرن سبورت اللي ضايع. يمكن عنده كام لعيب، لكن هو اصلا كمجموعه هو ما بيلعبش حلو. خلاص الكلام ده الثلاث الجاي الله اعلم، لان ماتشات القمه بقى لها كام مره مش بالحاله الفورمه اللي انت فيها. فيا رب نتفرج على ماتش حلو وهنشوف. سلام.